يا مساء السعادة والسكر زيادة على عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض كبات الكنافة أو أكواب الكنافة يعني بطريقة سهلة جميلة جدا. يلا بينا على طول ندخل في الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا فيها النهاردة كنافة طرية كده زي ما انتم شايفين. أنا مقطعاها يعتبر طول طويل أو قطع طويلة يعني. والحشو بتاعنا النهاردة مكسرات زي ما تحبي. أنا هنا عندي سوداني مجروش، وعندي جوز هند وكمان زبيب. ضايفة عليهم كده معلقة كده من السكر البودر، مقلباهم كويس كده مع بعض، وهسيبهم على جنب لما نشوف هنعمل ايه. وكمان معايا كده نص كوب من السكر البودر، لان انا معايا النهارده الكمية كبيرة، معايا كيلو من الكنافة، عليهم كده نص كوباية من السكر البودر. وطبعا معايا السمنة وحاطة عليها معلقتين من الزبدة وكمان شوية من الزيت. هبتدي اضيف بقى السكر بتاعي البودر كده على الكنافة، دي اول خطوة هعملها. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. اهو زي ما انتم شايفين يعني. حتى في التقليب ببتدي ان انا ابعدها عن بعض كده. الكنافة بتاعتي طرية وده شيء مهم جدا في الوصفة بتاعتي النهاردة. يفضل انك تقطعيها كده من غير ما تدخل فريزر ولا تتفرفت منك ولا اي حاجة. انا محتاجاها النهاردة طويلة كده شوية ومتقطعة بالايد بس، مش متفرفتة. على طول بقى اجيب كوباية كده او حتى المج بتاع الشاي بتاعنا، اللي هو بتاع طقم الميلامين مثلا او طقم الصيني زي ما يكون. اهو زي ما انتم شايفين كده. هابتدي على طول أو في بولة صغيرة أو حتى في بولات الإزاز اللي انتوا شايفينها في ايدي دي، بقت متوفرة في كل مكان. هحط كده شوية من الكنافة وابتدي ان انا اعمل زي حفرة جوه. طبعا ده حاجة مهمة جدا في الوصفة بتاعت النهاردة، ان وانتي بتحطيه في القبات بتاعتك تعملي زي جوانب كده علشان الحشوة بتاعتك ما تطلعش بره. هاخد بقى كمية بسيطة كده من الكنافة احطها عليهم، وهبتدي اضغط ضغطة خفيفة جدا على القبّات بتاعتي أو على الكنافة بتاعتي لحد ما تماسك. عايزة تضيفي السمنة بتاعتِك كلّها على الكنافة وتبتدي بقى تكبسيها، ما فيش مشكلة. لكن أنا جرّبت ده وجرّبت ده، وده كانت معايا أسهل حاجة إن أنا أكبسها كده من غير ما أحط عليها أي مواد دهنية. على طول هابتدي بقى إن أنا أقلّع زي ما أنتم شايفين. هاجرّب معاكم كمان إن أنا أدهن القبّات كده من برّه قب قبل ما أحط فيها الكنافة. ما فرقتش كتير ولا أي حاجة خالص. طالما الكنافة طرية مش هاحتاج إن أنا أبللها بأي حاجة. طبعًا لو أنتِ معاكِ الكنافة ناشفة شوية تقدري إن أنتِ تبلّي الكوباية زي ما أنتم شايفين كده، أو تدهنيها دهنة خفيفة من السمنة، هيساعدِك إن الكنافة بتاعتِك ما تبقاش هشة يعني ولا مفركشة. على طول أهو زي ما أنتم شايفين، ما بتاخدش في إيدينا ثواني. كل ده اللي باعملها باحطها كده في صينية مدهونة طبعًا من السمنة. تعالوا بقى اوريكِ شكلها عامل ازاي. فاقوم دهنة الصينية كويس جدًا اهو بالسمنة زي ما انتم شايفين، واللي باعمله هارصه فيها أول بأول على طول. أهم حاجة لو أنتِ هتشتغلي في الكمية دي لوحدِك غطّي نصها وطول ما أنتِ شغالة منها. هاكمل بقى باقي الكمية بتاعتي دي. خلاص كده أنا هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. طبعًا أنا ما دهنتهاش سمنة ولا رشيت عليها سمنة من البداية. فهابتدي بقى آخد كده بالفرشة وانزل على قطع الكنافة بتاعتي واحدة واحدة كده. اه زي ما انتم شايفين هي تاخد المقدار اللي انا عملته كله. كوباية من السمنة وعليهم معلقتين من الزبدة وعليهم ربع كوباية زيت. وزي ما انتم شايفين اهم حاجة ما ننساش ولا واحدة منهم، كلهم يبقوا متشربين بالسمنة كويس عشان بعد كده لما اجي ادخلهم الفرن يطلعوا كلهم لون واحد. طبعا الكنافة زي ما انتم عارفين ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. اهم حاجة نخلي النار متوسطة من تحت وكمان هادية جدا من فوق. لو لقيتيها اخدت معاكي اللون الذهبي من تحت ومن الجوانب من قبل ما تحمر من فوق، هتشغلي الشواية يعني دقيقة بس. وبعد كده هتطفي هتكون اخدت معاكي اللون الدهبي الحلو يعني. تعالوا بقى شوفوا مطلعة معايا ما شاء الله كمية كبيرة جدا. انا هنا هكمل بقى. طلع معايا 3 صواني محترمين يعني، بتطلع كمية كبيرة جدا. واحلى حاجة في الوصفة دي انك تقدري تطلعيها هدايا بقى للجميع. لو داخلة بقى على حد لاخوكي كده زيارة رمضانية حلوة، تقدري انت تاخدي طبق من ده. حاجة كده جميلة. تعالي بقى اوريكي انا موطية النار ازاي في الفرن وعاملاها ازاي. زي ما انتم شايفين النار من فوق واطية جدا اهي.
ومن تحت متوسطة. هتبتدي بقى تاخد لون من تحت ومن فوق زي بعض. طبعًا أهم حاجة طول ما أنتِ شغالة بتحرّكوا في الصينية كده شمال ويمين عشان تاخد معاكِ اللون المضبوط من كل الاتجاهات زي بعضها. شايفين الجمال؟ طلعت معايا بالشكل التحفة ده، لونها كده دهبي وجميل. هابتدي بقى أسقيها بالشربات بتاعنا التقيل أهو، واحدة واحدة كده علشان أبقى متأكدة إن كلها شربت شربات. مش هارُش كده عشوائي، لأ، أنا واحدة واحدة كده هانزّل عليها الشربات بتاعي عشان أبقى متأكدة إن هي شربت الشربات بتاعها، هتبقى مسكّرة كده ومقرمشة من برّه وطريّة وjuicy من جوّه. طبعًا هافتح لِك واحدة دلوقتي وهاوريكِ من جوّه عاملة إزاي. هابتدي بس إن أنا أسقي الكنافة بتاعتي كلها أهو زي ما أنتم شايفين. طبعًا أنا عملت الكمية كلها كده، ده كان آخر حاجة قُلت أوريها لكم. وكمان أوريكِ سمك الشربات. سمك الشربات بتاع الكنافة لو أنتِ عايزاها مقرمشة بيبقى تقيل شوية زي ما أنتم شايفين كده، بتكون مقرمشة من برّه وطرية وجميلة جدًا من جوّه. طبعًا دي الكمية بتاعتي، وكنت عملت طبعًا باقي الكمية قبل التصوير بتاع المقطع ده. كده خلاص هابتدي بقى إن أنا أقدّمها. هاجيب بقى جيبي اللي أنتِ عايزاه، عندِك طبق تقديم، عندِك طبق حلو كده تقدّمي فيه لأولادِك ولأسرتِك بألف هنا وشفا. ده الكمية بتاعتي خلاص أهي. طبعًا في صينية تالتة كمان أهو، اللهم بارك 3 صواني محترمين. تعالي بقى زي ما قُلت لِك هافتحها لِك وأوريكِ عاملة إزاي. ودلوقتي أنا باوريكم كمان من تحت هي هادية جدًا، يعني لونها دهبي كده وجميل زي من فوق بالضبط. طبعًا أهم حاجة في تسوية الحلويات هي النار. النار لو هادية من تحت وهادية من فوق بتفضل الحاجة بتاعتي مستوية كويس، وكمان بتاخد اللون اللي أنا عايزاه على مهلها كده وبالراحة. تعالي بقى شوفي كده عاملة إزاي. ده كده الكنافة كمان لسه سخنة شوية. زي ما انتم شايفين المكسرات بتاعتي لا طلعت ولا بهدلتني ولا أي حاجة خالص، وطرية وجميلة جدًا من جوّه أهي، وكمان واخدة لون دهبي من تحت ومن فوق، معنى كده إن هي تكون مقرمشة وجميلة جدًا. جربيها وإن شاء الله مش هتندمي. هابتدي بقى أقدّم الكنافة بتاعتي دي زي ما أنتم شايفين أو زي ما أنتم عايزين، زي ما بتحبي اعملي. على طول كده زي ما أنتم شايفين في منتهى السهولة يعني. أهم حاجة تخلّي بالِك منها وأنتِ بتسويها علشان هي ما بتاخدش وقت خالص. ممكن ما كمّلتش في الفرن 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير خالص على نار متوسطة. كده خلاص الصينية بتاعتي خلاص فضيت أهي وزي القمر ونضيفة طبعًا وزي الفل. ده الطبق بتاعي أهو. ودي كانت وصفة النهارده، يا رب تعجبكم. إن شاء الله استنوني في فيديو جاي قريب مش بعيد بإذن الله. يالّا لو أنتِ أول مرّة تشوفي القناة بتاعتي دوسي لي اشتراك على القناة وفعّلي زر الجرس عشان تشوفي كل جديد منّي. ولو أنتِ معايا في القناة من زمان دوسي like للفيديو القمر ده علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.